لا لا، حاليا ماكو اي عروض، يعني قصدك خارج كرة القدم يعني؟ لا، في داخل مجال كرة القدم، هل من عروض مقدمة ليونس محمود في هذه الفترة؟ ايه طبعا موجودة كثير، يعني عروض قدمت لي، لكن تعرفين انا اخذت القرار نهائيا. نعم، هل هي عروض تدريبية يونس؟ لا لا لا، ليس بالعروض التدريبية، لكن عروض يعني كلاعب احترافي، يعني اعترف يعني مع غير أندية، لكن اعتقد اعتزالي يكون مع نادي السد، مع نادي الزعيم يعني في اخر لحظاتي. اعتقد هذا شيء مناسب لقيمة يونس محمود، انه يكون هو في القمة ويعتزل. فاعتقد اتمنى ان القرار يكون صائب، وانه الناس يساعدوني به. إذا يونس محمود المهاجم العراقي الذي أعلن اعتزاله لعب نهائيا، كنت معنا عبر الهاتف. أو هذا الاعتزال، هل ستبقى في مجال كرة القدم أم إلى أين ستأخذك الخطوات قريبا؟ طبعا اكيد، يعني اللي يلعب كرة القدم صعب انه يبتعد عن كرة القدم. اكيد يعني راح اكون في احد ثلاث مجالات، اما هي التدريب او المجال الاداري او المجال الاعلامي يعني اكون به، لكن هذا ما راح اقرره هسه، راح اخذ راحة فترة طويلة، يعني ما يعادل ابعد من سنة، وبعدها راح اقرر هذا الشيء، يعني في وقتها ان شاء الله يكون القرار صائب اني وين راح اتوجه. لكن عروض يعني كلاعب احترافي، يعني اعترف يعني مع غير أندية، لكن اعتقد اعتزالي يكون مع نادي السد، مع نادي الزعيم يعني في اخر لحظاتي. اعتقد هذا شيء مناسب لقيمة يونس محمود، انه يكون هو في القمة ويعتزل. فاعتقد اتمنى ان القرار يكون صائب، وانه الناس يساعدوني به. إذا يونس محمود المهاجم العراقي الذي أعلن اعتزاله لعب نهائيا، كنت معنا